ازيكم عاملين ايه؟ رجعنا لكم فيديو جديد. فيديو النهارده هنتكلم عن الاعلانات المتسربه بتاعه فيلم افنجرز دومزداي اللي هينزل في 12/2026. لحد دلوقتي هم نزلوا 3 اعلانات، في اعلان منهم مش متسرب والباقي كله متسرب. اول اعلان معانا بنشوف فيه كابتن امريكا لما بيرجع للزمن بعد فيلم افنجرز اند جيم لبيجي كارتر عشان يقعد معاها. بنشوف كمان ان كابتن امريكا بيبدا ان هو يشيل البدله بتاعته وبيبقى ماسك طفل، وبيبقى في النهايه مكتوب ان كابتن امريكا هيرجع لدومزداي. في الاعلان التاني بيظهر ثور اللي بيبدا ان هو يصلي لابوه اودن انه يديله القوه عشان يقدر انه يحارب مره تانية ويقدر انه يقضي على العدو الجديد ويرجع لها. طبعا هنا كان قصده على بنته اللي هي كانت ظهرت في فيلم لاف اند ساندر، اللي هي اصلا كانت بنت جور وبقت معاها قوة إترنتي. وبيكمل الصلاة بتاعته بيقول ان هو يرجع لها مش محارب بس، ويرجع لها كمان كمدافع. وبيظهر كمان في الاخر ان ثور هيرجع في دومزداي. الاعلان الثالث ده اللي لسه نازل من كام يوم. الاعلان الثالث بنشوف الاكس مان وبنشوف شارلز اكزيفير وهو في الاكس مانشن وهو قاعد على الكرسي المتحرك بتاعه، وبيظهر في الخلفيه وراه إريك لينشر او ماجنيتو بيتكلم بيقول ان الموت بيجي لكل واحد فينا، دي حاجه متاكد منها، والسؤال هل انت مستعد تموت؟ والسؤال الحقيقي هتبقى مين وانت مغمض عينك للمره الاخيره. بنشوف كمان سايكلوبس اللي بيبقى لابس البدله بتاعته، وبيظهر وراه مجموعه السنتينلز بيبقى شكلهم مرعب طالعين من وسط الدخان، وبيشيل النضاره بتاعته وبيصرخ وبيطلع انفجار بصري جامد جدا من عينيه. وبيظهر كلمه ان الاكس مان كمان هيرجعوا لدومزداي. دي كانت ال3 اعلانات اللي كانوا نزلوا الفتره اللي فاتت. كمان كيفن فايجي او مارفل كانوا قالوا ان هم قبل نزول فيلم دومزداي هينزلوا كمان اند جيم في السينما، لان احداث دومزداي هتبقى متصله على طول على طول احداث فيلم اند جيم، فلازم طبعا الناس تبقى فاكره ايه اللي حصل. قولوا في الكومنتات تحت هل مستعدين للفيلم ده ولا لا. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.